عملت مسابقة كذا مسابقة على الصفحة بتاعتي على الأذكار، إيه الذكر اللي بيحل المشكلة الفلانية، إيه الذكر اللي بيحل المشاعر الفلانية. وكانت الإجابات اللي خلتني ألاحظ حاجة مهمة جدا. أول حاجة إن الناس أصلا مش عارفة ومش مدركة نوع المشاعر اللي هي حاسة بيها. تاني حاجة إن الناس بتخلط بين الأحاديث بعضها وبعض وبين الأذكار اللي بتعالج المشاعر المختلفة. ما هو لو أي ذكر بيعالج أي مشاعر ما كانش ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ده للحزن، الذكر ده للكرب، الذكر ده لقضاء الدين، الذكر ده للهم وخوف المستقبل، الذكر ده للغم والتأثر أو الحالة اللي أنت فيها بسبب الماضي، وهكذا. لأن كأنها الحاجات دي كلها كأنها دواء من الله سبحانه وتعالى بعته لك علشان تعرف لما تعيا بوجع معين تاخد ليه إيه. فتخيل أنت بتشخص المرض غلط وبتاخد له الدواء الغلط. طبعا الذكر من الله سبحانه وتعالى واي ذكر الله سبحانه وتعالى بتطمئن به القلوب، لكن خلينا نستفيد فائده اعلى من الذكر ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتعلم ان كل ذكر معين هو ليه مشاعر معينه بيعالجها. وبالتالي لما تحس بالاحساس ده اسكت. مش هينفع ان احنا دايما نفضل محددين لنفسنا ورد معين من الاذكار ما بنخرجش عنه. طب انت حاسس النهارده مشاعر مختلفه، خلي 100 ولا 200 من اللي انت بتقولهم دول كل يوم خليهم للمشاعر اللي عندك، علشان احنا مش روبوت. وربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا علاج لكل ده ما كانش عشان احنا نسيب كل الادويه دي على جنب ونخلينا احنا مركزين بس في اللي احنا عايزين نقوله والعدد اللي احنا عايزين نخلصه وخلاص. فعشان تختار الذكر المناسب انت محتاج انك تعرف مشاعرك هي ايه اصلا وايه الذكر اللي بيتعامل معاها. فطالما ربنا سبحانه وتعالى اختار الذكر ده للوضع ده والمشاعر دي يبقى اذا سبحانه وتعالى اعلم ان كمان المفاهيم اللي بتتغرس جوانا بالذكر ده هي دي حل الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. دي كانت واحده من اهم الدروس اللي بيعلمها لنا الذكر.